السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة قلب الثالثة شمال. تعرض أمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب الفريق يوم الأربعاء، وتم التعامل الفوري مع الإصابة عن طريق الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا. توجه اللاعب على الفور للمستشفى برفقة الجهاز الطبي، وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، وحالته الآن مستقرة وسيخضع للملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة. أمام عاشور ثالث لاعب في المنتخب المصري يتعرض للإصابة بعد القائد محمد صلاح الذي عاد إلى ناديه ليفربول الإنجليزي لاستكمال علاجه، والحارس محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف وسيغيب عن باقي مباريات البطولة. وتأهلت مصر إلى دور 16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية ب3 نقاط، وستلتقي في الدور المقبل مع ثاني المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.